عمرك حسيت إن شخص واحد بس هو حياتك كلها؟ طيب، لو اختفى فجأة، أنت هتكون مين؟ اللي بنتكلم عنه اسمه التعلق المفرط. يعني ببساطة إنك تربط سعادتك واهتمامك بشخص واحد بس، لدرجة إن حياتك كلها تدور حواليه. لما تتعلق زيادة بتبدأ تنسى نفسك، اهتماماتك تقل، أصحابك يبعدوا، وحتى أهدافك تختفي. كل تركيزك بيبقى هو عامل إيه، رد ليه، زعلان مني. انت كده بتدي الشخص ده قوة مش طبيعية. مزاجك بقى في ايده. لو اختفى او اتغير انت بتنهار. لو وصلت لهنا اعمل اشتراك عشان نكمل سوا. أصعب حاجة لما الشخص ده يمشي فجأة. ساعتها بتحس بفراغ مرعب، كأن حياتك كانت مبنية عليه ووقعت مرة واحدة. واحد كان بيكلم شخص طول اليوم، صحي، نام، أكل، كله معاه. فجأة اختفى، بقى مش عارف يعمل ايه في يومه. بنت كانت موقفة حياتها كلها على حد، ولما العلاقة انتهت قالت أنا مش عارفة أنا مين أصلا. أشهر جمل بتتقال: أنت كل حياتي، من غيرك أنا ولا حاجة، أنا ماليش غيرك. ردود جاهزة تقوله: أنا بحبك، بس حياتي مش هتقف عليك. محتاج وقت لنفسي كمان. في حاجات في حياتي مهمة زيك. ابدأ ترجع لنفسك، اعمل حاجة لوحدك، رياضة، تعلم، خروج. المهم تثبت لنفسك إنك تقدر تعيش وتكون مبسوط من غير حد. دلوقتي قولي في الكومنت، هل عمرك حسيت إنك علقت نفسك بحد زيادة؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟